نبدأ بقى مع الدويتو الرائع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والمجموعة الرائعة، الكاتب والمخرج بقى والحاجات دي اللي احنا خلاص بقى اتعودنا عليها، وتعودنا ان هم بيطلعوا لنا مسلسل بالجمال اللي شفناه السنة اللي فاتت. طيب جليلة راسلان، ياسمين عبد العزيز طالعة بدور نجمة كبيرة ليها أعداء. طبعا كانت متجوزة رجل أعمال، ورجل الأعمال ده خلفت منه بنت، وهو خد البنت تعيش معاه وكرهها في أمها، ودي نقطة ضعف جليلة راسلان برغم قوتها دي، ولكن نقطة ضعفها بنتها اللي ما بتحبهاش واللي دايما بتتكلم ان هي ملهاش ام بالاسم ده، ودي حاجة قطمة ظهرها حقيقي. يعني ليها ممثلة عدوة متوافقة مع جوزها ما شاء الله، كلهم كده عاملين رباطية عليها زي ما بيقولوا. جوزها ده رجل الأعمال ده فظيع جدا لدرجة ان العداوة بينهم توصل للقتل والأذى. يعني على الجانب التاني بدر بودي جارد بيشتغل في الافلام، لما حد كومبارز كده لما يكونوا عايزين واحد يقف كبودي جارد، يروح يلعب في ملاكمة كده، على قد حاله عايش هو وباباه واخوه. وقصة حزينة كده برضو، فقصتهم هما الاتنين كل واحد فيهم عنده قصة حزينة كده. بيتقابلوا هما الاتنين، يعني شوف برغم الفرق الكبير بين الاتنين، وإلا إن قصتهم الاتنين مقاربة لبعض. هو عنده مشاكل وهي عندها مشاكلها. بيتقابلوا أول مقابلة إزاي في فيلم كان طالع فيه كومبارز، وهي وقفت معاه إن المخرج كان عايز يمشيه عشان وشه كان فيه خرابيش، وهي وقفت له. المهم يعني ده كان أول تعارف بينهم، وبعد كده هو راح لحاله، مشي حتى من اللوكيشن عشان كان في مشكلة مع جوز أخته وأبوه، وهي كملت عادي وخلاص. على كده جليلة رسلان متجوزة بقى من دكتور، يعني في السر كده محدش عارف، ولكن في صحفي كده تبع جوزها وتبع الممثلة اللي هي شيرين رضا الجميلة، ولكن طالعة يعني شريرة في المسلسل ده. المهم الصحفي ده دايما يضايق جليلة بالأسئلة خصوصا عن جوزها وجوازها في السر، وطبعا هي ده جواز في السر، يعني مش عايزة أي حد يعرف، يعني مش عايزة أي حد يتكلم في الموضوع، ولكن الصحفي ده دايما في أي لقاء بيسألها الأسئلة دي. المهم جوزها مين بقى؟ أحمد سعيد عبد الغني، واللي ظهوره بجد أسعدني، يعني لأني بحب تمثيله جدا، وهو مقل جدا في الأعمال، فظهوره كان حلو جدا في المسلسل الحقيقة. فالمهم في خلافات برضو بينها وبين جوزها، ان هي يعني انا حسيت ان هي مستقلة بيه، لسه مش عارفين طبيعة العلاقة بينهم ايه بالظبط، ولكن هي دايما بتحاول تخبي او تداري العلاقة دي. وفي يوم من الايام راحت جليلة الفندق اللي متعودة تنزل فيه في اسكندرية، وفجأة لقيناها اترمت من البلكون. في نفس الوقت ده عشان تشوفوا الاحداث متشابهة جدا بين حياتها وبين بدر، في نفس الوقت ده بدر دخل المستشفى برضه لان جوز اخته في مشاكل بينه وبينه، جاب حد ضربه على دماغه، وهو كمان دخل المستشفى في نفس الوقت. وهو في المستشفى قرا ان جليلة رسلان في المستشفى، وافتكرها ان هي ماتت، ولكن بعد كده عرف ان هي خرجت والكلام ده. تمام، هي خرجت، ويعني معروف مين اللي كان ورا الموضوع، وهم قالوا يعني في وسط الاحداث اللي ورا الموضوع جوزها والفنانه الشهيره اللي هي شيرين رضا اللي هي منافستها. اللقاء التاني بقى بينها وبين بدر كان في ان بدر راح لصاحبه ده او المتعهد بتاعه او الكلام ده، وقال له انا الحال عندي مش مظبوط وكده، فشوف لي شغل. شاف له شغل في السينما اللي فيها العرض الاول بتاع الفيلم الجديد بتاع جليلة رسلان. انا مش عارفه ليه حاسه ان البودي جارد بتاعها اللي هو تهامي ده متفق مع جوزها وشهيرة، مش عارفة دايما لما بتحتاجه ما بتلاقيهوش. المهم حصل مشادة بينها وبين الصحفي الرخم ده اللي بقول لكم عليه، والناس اتجمعوا عليها، وهي قعدت تقول يا تهامي تهامي، ما لقيتش تهامي حواليها. مين شاف الموقف اللي حصل ده؟ بدر اللي هو كان شغال في السينما، وراح ومدلها ايديه عشان ينقذها من وسط الناس دي. الناس هجمت عليها الصحفيين، حصل كده انفلات كده في الموقف بسبب الخناقة دي. المهم هي اتخنقت كده وسطهم، فبدر مدلها ايديه علشان يطلعها، والحلقة انتهت على كده. واضح المسلسل كالعادة خطير جدا، واحداثه تشد جدا، وقفلت كل حلقة عايزة تعرفي ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية. فبجد يعني شابوه للمجموعة الخطيرة من الممثلين والمخرج والمؤلف وكل اللي بيشتغلوا في العمل ده، ان هم بيسعدونا. عارفين انتوا مسلسل ياسمين عبد العزيز ده بالنسبة لي البونبوناية بتاعت رمضان، فاهمين اللي هو الحاجة الحلوة كده اللي بتطري على قلوبنا والله العظيم، بتخرجنا من أي مود. فالحلقات الجاية أكيد أكيد هتبقى جامدة، وننسى اللي كان ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.